بعد اذن حضرتك يعني امل بتاع صدرك دقيقتين بس حسب على الوقت. اتفضل يا فندم. اللي حصل عقب الانقلاب العسكري مباشره اللي عمله السيسي اجتمع بكبار رجال القضاء، شيوخ، رئيس محكمه النقض، رئيس محكمه الاستئناف اللي هو محكمه الاستئناف الرئيس الحالي، رئيس المجلس الاعلى للقضاء، وقال لهم في اجتماع مسجل ومصور بالحرف الواحد: انتوا عارفين ان مرسي ما زال هو رئيس الجمهوريه، وانا ركنت واقدر ارجعه في دقيقه. وعارفين كان جاي يعمل فيكم ايه؟ كان جاي يطهركم، وانتوا فعلا فاسدين. هتلتزموا معايا ولا ارجعه لكم تاني وهقف جنبه وهسنده عشان يطهر القضاء؟ قالوا له امر طلباتك، قال لهم اللي يجي لكم اذبحوه بنفس الحرف. وهذا الكلام موثق ومسجل. مسجل فين ده؟ هبعته لك ازاي؟ مسجل فين يعني؟ مسجل في الاجتماع اللي عمله السيسي مع كبار رجال القضاء. يعني هل لديك هذا التسجيل؟ يوم الانقلاب مباشرة. هل لديك أنت هذا التسجيل؟ طبعا. طيب يعني أعد علينا ما الذي جرى في التسجيل لحين التعرف عليه والتحقق منه. الذي جرى أن السيسي اجتمع بكبار رجال القضاء وقال لهم بالحرف الواحد إن مرسي ما زال رئيس الجمهورية، وزي ما أنا ركنته امبارح أقدر أرجعه النهارده. وانتوا عارفين إن أول أهدافه جه تطهير القضاء، تطهير الشرطة، تطهير الإعلام، تطهير. فرجال القضاء انتوا كنتوا أول ناس هيطهركم، وده حقه وانا معاه. الناس اللي جايبه امتياز وجيد جدا في الشوارع، وانتوا عملتوا القضاء عائلات، ومع ذلك انا هسيبكم انتوا يا تبقوا معايا حددوا موقفكم. هو امورنا يا فندم سعادتك، قال لهم اللي يجي لكم اذبحوه بالحرف الواحد كده. طيب التسجيل ده كان امتى يا استاذ مصطفى؟ تاني يوم الانقلاب. تاني يوم يعني يوم 4 تقريبا. ده بالظبط كده. طيب إذا كان لديك هذا التسجيل، إذا كان لديك هذا التسجيل أستاذ مصطفى، إذا كان لديك هذا التسجيل بالفعل، أرجو فقط أن يتم التواصل مع الإعداد للحصول عليه والتحقق منه بشكل مستقل لدى الجزيرة مباشر مصر لمعرفة ما الذي جرى. سعادتك رقمي عندكم، وقت ما تحبوها تحت أمركم. قولوا لي إزاي والطريقة طيب. إزاي طيب هذا